دي للأسف شكل سنو وايت اللايف أكشن. أنا مش عارف بصراحة ديزني عاوزة مننا إيه، يعني بتحاول بقدر الإمكان إن هي تكرهنا في الشخصيات. فما علينا، بما إن سنو وايت كانت أول فيلم أميرة من ديزني، كان في رهان كبير على النسخة بتاعة اللايف أكشن، ولكن مع أول إعلان نزل الدنيا اتقلبت وتوقعات الجمهور نزلت تحت. الناس بدأت تسأل ليه كده وليه اختاروا ده، كل حاجة كانت محل تساؤل. ودلوقتي الفيلم طبعا نزل والناس بقت تقدر تشوفه بنفسها، فالسؤال هو هل الفيلم فاجئنا وعد التوقعات ولا هيفضل واحد من اضعف افلام لايف اكشن اللي عملتها ديزني لحد دلوقتي؟ وقبل ما اكمل الفيديو النهارده حابب الاول افكرك بنقطتين مهمين جدا. ما تنساش كالعاده كده سبسكرايب، لايك، شير، كومنت والكلام الجميل ده. وكمان على الجانب التاني لو انت مش عاوز حاجه تتحرق عليك من الفيلم ده فبلاش تتابع فيديو النهارده، بس ما اعتقدش ان الموضوع يفرق كتير يعني، فكمل الفيديو عادي. خلينا بقى مع بعض كده نقارن بين زمان ودلوقتي شخصية سنو وايت. فاحنا بنبدأ فيلم الكرتون سنو وايت والأقزام السبعة. الكرتون كان حكاية خرافية كلاسيك. عندنا سنو وايت بنت طيبة وبريئة وبتشع نور وأمل، وعندنا الملكة الشريرة مرات أبوها اللي كل همها تكون أجمل واحدة في البلد. في يوم المراية السحرية اللي الملكة بتسألها دايما قالت لها إن خلاص سنو وايت بقت أجمل منك. الملكة وقتها اتجننت وقررت إن هي تتخلص منها، ولكن الصياد اللي كان المفروض يقتلها ما قدرش يعمل كده وسابها تهرب. سنو وايت هربت للغابة وهناك قابلت الأقزام السبعة وبدأت تعيش معاهم حياة جديدة بس مؤقتا طبعا. فلما الملكة المغرورة عرفت إن هي لسه عايشة اتنكرت وإدت ليها تفاحة مسمومة، وسنو وايت دخلت في غيبوبة. الأقزام انتقموا من الملكة لكن كان فائت الأوان، فالحل هنا كان المفروض قبلة حب حقيقي علشان تفوق، وبالفعل الأمير ظهر في الوقت المناسب. والقصة كانت صراع بين الخير والشر، البراءة والغرور، ونهايتها نهاية سعيدة تقليدية من بتوع ديزني. وهنا بقى النسخة بتاعت اللايف أكشن محافظة طبعا على الهيكل العام للقصة بس إضافة تفاصيل كتير وفي حاجات غيرتها تماما. فبسبب الغيرة بتاعت الملكة نسخة الريميك بتبطأ شوية من الأحداث. بنبدأ مع والدين سنو وايت الملك والملكة اللي بيتقدموا كحكام طيبين ونبلاء. بنشوف ازاي الطيبة بتاعتهم واحساسهم بالمسؤولية ساعدوا في تشكيل شخصية سنو وايت. النسخة دي بتدي سنو وايت خلفية اكتر، بنشوفها وهي بتكبر تعلم ازاي تكون قائدة وبتكون كمان المبادئ بتاعتها الخاصة. ده بيفسر ليه هي مش بس طيبة لكن كمان شجاعة وعندها عزيمة. طيب بعد كده والدتها بتموت والملكة الشريرة بتتجوز الملك، ولما بيختفي هي بتستولى على الحكم بالكامل وبتحول سنو وايت لخدامة وبتحبسها جوه أسوار القصر وبتسحب البهجة من المملكة كلها. ومن هنا الفيلم بيرجع يلاقي نفسه مع النسخة الأصلية. المراية طبعا اللي مراش غيرها بتقول الحقيقة. الملكة بتتجنن من الغيرة وبتؤمر بقتل سنو وايت. الصياد كالعادة بيرفض يقتلها وبيسيبها تهرب للغابة، وهناك بتقابل الأقزام بس بعدها الأحداث بتتغير تاني. فبدل ما تسمها بتفاحة مسمومة على طول الملكة بتبعت الحراس الملكيين وراها. سنو وايت بتتحالف مع مجموعة من اللصوص الطيبين من ضمنهم جوناثان اللي بيكون حاببها في النسخة دي بدل الأمير، وبيحصل صدام كبير ما بينهم وما بين الجارديانز، وفي الآخر جوناثان بيتم القبض عليه. بعدها الملكة بترجع للخطة القديمة وبتتحول العجوز الشريرة وبتدي سنو وايت التفاحة وبتنجح في المرة دي. الأقزام بيوصلوا بعد فوات الأوان ولكن جوناثان بيهرب وبيرجع علشان خاطر يبوس سنو وايت قبلة الحب الحقيقي. فالقبلة دي بتمهد لمواجهة أخيرة، فسنو وايت بتلهم الشعب وبتواجه الملكة وبترجع الأمل للمملكة. القصة هنا أكبر وأجرأ لكن مش دايما أحسن. فبصراحة أنا عن نفسي حبيت الخلفية الإضافية لشخصية سنو وايت، بس باقي التغيرات حسيتها زيادة شوية، يمكن ده رأيي لوحدي مش عارف بصراحة، فبرضه مستني رأيكم في الكومنتات. دلوقتي بعد ما غطينا القصة خلينا نتكلم عن الشخصيات. فسنو وايت في نسخة 1937 كانت لطيفة، يعني مش بس لطيفة، هي لطيفة جدا كمان. ما كانش عندها عمق كبير لكنها كانت دايما متفائلة طيبة وبريئة، كانت أكتر رمز للخير مش شخصية معقدة. أما الملكة فكانت العكس تماما، شر صافي، أنيقة باردة وغرورها قاتل، واحدة من أكتر الشخصيات بتاعت ديزني الشريرة شهرة وقوة. الأقزام كانوا قلب الفيلم وكل واحد فيهم كان ليه شخصية مميزة وثابتة. فزي ما قلت لك كل واحد مختلف، غضبان وابو وشين ونعسان وخجول انت عارفهم، كل واحد فيهم عامه كان ليه طابع خاص وبيضيفوا دفء وكوميديا للقصه. اما بالنسبه للامير
فهو كان تقريبا شغال بيغني بس وشغال مبوس على الجانب التاني، انا مش شايف ان هو كان ليه اي مهمه تانية غير كده. انما في النسخه بتاعت اللايف اكشن ديزني حاولت تبذل مجهود اكتر وتغوص في الشخصيات اكتر. سنو وايت اللي بتلعب دورها الممثله ريتشل لسه طيبه، لكن كمان عندها عزيمه ومثاليه وشجاعه، عايزه تسترجع مملكتها ومش قاعده مستنيه حد ينقذها. علاقتها باهلها اللي ماتوا مديها عمق عاطفي، وغالبا بتسال نفسها في اللحظات الصعبه كانوا هيعملوا ايه لو مكانها. فالجزء ده فعلا يعتبر خطوه لقدام في بناء الشخصيه وتوضيح دوافعها. اما بالنسبه للملكه اللي قامت بدورها الممثله جال جادوت، اللي هي اصلا مكروهه بسبب ان هي تابعه لدوله معينه مش عاوزين اصلا نذكرها لان الدوله دي ملهاش اي 30 لازمه، فهي على الورق شبه النسخه القديمه، لسه مغروره وعاوزه السلطه. بس رغم ان الفيلم بيحاول يورينا شويه من دوافعها، الاداء نفسه ما كانش قوي. جادوت شكلها مناسب للدور، ولكن ما قدرش توصل احساس الخوف اللي كانت الملكه الاصليه بتسببه، يعني شكلها شرير لكن الاداء بتاعها ما كانش اصلا مرعب. بالنسبه للاقزام فهم رجعوا نوعا ما. في النسخة دي هم مخلوقات سحرية معمولة بالسي جي اي، بصراحة شكلهم غريب وبيخلي الواحد يحس بعدم ارتياح. الموضوع ده يخف في مرحلة الوادي الغريب فعلا، ومش انا بس اللي كنت شايف كده، نقاد وجمهور كتير اتفقوا ان شكلهم مش مريح وما فيهمش نفس الدفء والروح الظريفة اللي كانت موجودة في النسخة بتاعت الكرتون. وبعدين عندنا جونيسن اللي هو بدل الامير، فده لسه لطيف، بيبقى حليف لسنو وايت وبعدين بيبقى حبيبها. شخصيته نشيطة أكتر بكتير من الأمير الأصلي، بيقاتل بيهزر وعنده شخصية باينة، تقدر تقول إن هو مزيج من فلير رايدر وروبن هود، هو ده جونيسون. دلوقتي نروح بقى على الجو العام. النسخة الأصلية كانت مزيج بين الخيال اللطيف والظلام المخيف، فيها حلم ونعومة بس ما كانتش بتخاف تورينا اللحظات المرعبة، خاصة لما الملكة تتحول للعجوز الشريرة. التناقض ده هو اللي كان بيدي القصة عمق عاطفي. فالنسخة بتاعت اللايف اكشن بتحاول تقلد ده شوية بس مش قوي طبعا، كمان بتحاول تعمل الطابع بتاعها الخاص، فهي قللت من جو الخيال والرهبة واستبدلتهم بجو مسرحي مودرن كده، كل حاجة باينة انها اكبر، كمان متلمعة اكتر بس في نفس الوقت فاضية من جوه. فاحب اقول لك ان في جملة في الفيلم المراية فعلا بتقولها للملكة، فحاسس ان هي اصلا بتلخص كل اللي عاوز اقوله، مش فاكرها بالنص بس معناها ان جمال الملكة خارجي فقط، انما جمال سنو وايت جاي من جواها. وبصراحة أنا شايف إن الجملة دي تنطبق جدا على الفيلم نفسه. نسخة اللايف أكشن شكلها حلو جدا، باينة إنها جميلة ويعتبر كمان عصرية، لكن فيلم الكرتون كان فيه حاجة صادقة كده، حاجة فعلا تحسها إن هي أصلية. فمش قصدي ان انا اقلل مثلا من شغل الناس اللي اشتغلوا على اللايف اكشن، اكيد تعبوا عليه، بس في حاجه فيه بتحسسك انه سطحي شويه، من بره حلو لكن من جوه ناقص حاجه. ايوه يعني نقدر نقول الخلاصه هنا في المثل المصري بتاع من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. وطبعا بقى نروح على جزء الموسيقى. فبكل بساطه كده الاغاني بتاعت النسخه الاصليه كانت بتخدم القصه والشخصيات والمود العام بشكل ممتاز. نسخه اللايف اكشن بقى خدت توجه عصري اكتر، الموسيقى فيها شبه كبير بالموسيقى مثلا زي بتاعت افلام وانا او حتى كمان بتاعت روبانزل او كمان نقول فيلم فروزن، كله طالع من نفس المدرسه الحديثه بتاعت ديزني. فالاغنيه الرئيسيه لسنو وايت يعتبر كانت ماشيه جدا مع طابع الاميرات العصريات، واللي هو نقدر نقول ان الاغنيه كلها كان فيها امل وشوق. وكمان الاغنيه الثانيه اللي كان يعتبر في دويتو بينها وبين جونيسون، ودي اغنيه كانت بتركز على تطور العلاقه ما بينهم والرومانسيه اللي ما بينهم، وانا بصراحه كنت شايفها ان هي حلوه شويه. اما بالنسبه لاغنيه الملكه الشريره اللي المفروض تكون لحظتها الكبيره في الفيلم، للاسف ما اشتغلتش زي ما كان اصلا متوقع. جال جادوت صوتها ما كانش بالقوه اللي تقدر تشيل اغنيه زي دي، كانها تتكلم بصوت عالي مش بتغني فعلا، والنتيجه كانت باهته. الفيلم كمان يعتبر جاب شويه من الكلاسيكيات، وده نعتبره ان هو ضاف برضه لمسه جديده ويمكن عجبت معظم الجمهور. اما بقى بالنسبه للانطباع النهائي، فخليني اقول لك ان انا شفت الفيلم بتاع سندريلا 2015 قبل ما اتفرج على ده على طول، وما اقدرش اقول ان النسخه دي احسن، واضح ان متحيز شويه، بس الصراحه كلنا عندنا تحيزاتنا مش صح كده. الفيلم مختلف وده مش بالضروره شيء وحش، بس برضه مش دايما حاجه كويسه. فمن الاخر كده لو انت عاوز تتفرج على الفيلم وانت متوقع عاده دقيقه للفيلم بتاع الكرتون، فممكن تطلع محبط. ففي حاجات كانت بارزه بشكل سلبي زي مثلا الملابس، رغم ان هي كانت قريبه من التصميم الاصلي بس على شاشه شكلها غريب شويه وممكن تقول عليه كرتوني او كوسبلاي. لبس سنو وايت وشعرها فيهم حاجه مش مريحه للعين اصلا، ولبس الملكه شكله غريب ومش لايق. فانا عارف اني قارنت ده بسندريلا 2015 اللي كانت فعلا مرشحه لجائزه اوسكار في تصميم الازياء، وحبيت الاتجاه اللي راحوا ليه وقتها، ولكن اللي اتعمل هنا ما عجبنيش بنفس الدرجه. وبعدين نيجي لجال جادوت، مش شايف ان هي اصلا كانت مناسبه للدور، كنت اتمنى حد تاني عنده رهبه اكتر ويمكن صوت اقوى كمان في الغنى. يمكن انا بس اللي مش حبيت ادائها بشكل عام، في الاول في الاخر دي وجهه نظري مش اكتر يعني، وارد جدا الاداء بتاعها يكون عجب مجموعه برضه من الجمهور.
بس كده كده في كده الأحوال هي الممثلة أصلا مكروهة عند العرب. وطبعا مش هنقدر ننسى الجدل اللي حوالين الفيلم من أول يوم أصلا، الجدل حوالين الكاستنج والأقزام بشكلهم الجديد وتغيير كمان القصة. كل ده خلى ناس كتير مش مستريحة أصلا للفيلم، وده أكيد بيأثر على استقبال الناس ليه. ففي كده الأحوال أنا حاولت أكون عادل شوية، بس أكيد ناس كتير هتختلف معايا وده طبيعي. ودي يعتبر كده كانت مقارنة سريعة بين سنو وايت الأصلية ونسخة 2025. الأصلية لسه كلاسيكية محبوبة، أما بالنسبة للنسخة الجديدة فناس شايفة إن هي محاولة جريئة بس مش متقنة.